ازيكم عاملين ايه؟ بما ان خلاص رمضان على الابواب ومعروف ان هو شهر الخير والعزومات، فانا ان شاء الله هبدأ انزل لكم وصفات لرمضان تكون حلوة قوي على سفرتك ومشرفة وطعمها حلو وجديدة، وفي نفس الوقت ما تاخدش منك وقت ولا مجهود كبير. هنعمل النهاردة تتبيلة للفراخ في الفرن هتبهركم. هنجيب 100 جرام من الزبدة وننزل عليهم بشوية بقدونس وملح وفلفل، وهننزل عليهم بفص ثوم مهروس كبير وليمونة وشوية من بشر البرتقان ده اختياري، وهننزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الأوريجانو، وهنبدأ نمكس الكلام ده كله مع بعض، وهنبدأ نتبل بيه الفراخ. هنحط التتبيلة تحت الجلد وندعك بيها الفراخ كويس، ونتأكد ان التتبيلة دي وصلت لكل جزء من الفراخ بما فيهم الدبابيس والأجنحة، وهنسيبها في التتبيلة دي حوالي ساعة أو ساعتين أقل حاجة، وياريت يفضل لو ليلة كاملة. وبعد كده هنجيب ده برضو اختياري بس بيدي طعم حلو قوي وريحة حلوة، شرايح برتقان. وبعد كده هنغطي الفرخة بتاعتنا وهندخلها الفرن على درجة حرارة 190 لمدة نص ساعة. وبعد كده هنخرجها ونشيل ورق الفايل اللي عليها، ونبدأ بفرشة ندهنها بالزبدة اللي ساحت ونزلت في الصينية من تحت، وندخلها تاني تكمل سواها وتاخد اللون الخطير اللي انتوا شايفينه. انا مش قادرة اقول لكم قد ايه هي طعمها مختلف وريحتها حلوة، ومش بس تنفع مع الفراخ، لا دي ممكن تبقى تتبيلة خطيرة للديك الرومي. يا جماعة جربوها عن ثقة، هتعجبكم جدا جدا. ممكن برضو تقطعوا بطاطس تحت الفراخ، هيكون طعمها حلو جدا لما تشرب من التتبيلة. جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا، وألف